بحد ما جاء في البيان. في موضوع آخر، نظم ائتلاف شباب الثورة احتفالا في ميدان الشهداء لتكريم أمهات شهداء ثورة يناير بمناسبة عيد الأم. شارك في الحفل ممثلون عن التيارات السياسية بالمحافظة. في بورسعيد أيضا نفقت 10 رؤوس أخرى من الماشية بسبب مرض الحمى القلاعية، ليصل عدد الرؤوس النافقة في المحافظة بسبب المرض إلى 75 حالة. معي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، أولا لماذا هذا الشك من جانب نواب البرلمان في بورسعيد؟ ماذا يقصد الإعلاميون الرياضيون الذين قالوا أنهم يقومون بمؤامرة؟ نعم الزميل كريم، هذا وجد لدى أعضاء مجلس الشعب الستة بورسعيد بسبب الضغط الشعبي الموجود حاليا في شوارع بورسعيد وفي كل أماكنها بسبب الإعلام بعض الإعلاميين الرياضيين الذين يضغطون نفسيا ومعنويا على شعب بورسعيد، سواء جمهور النادي المصري أو من غير الجماهير. ولذلك عقد أمس أعضاء مجلس الشعب عن بورسعيد اجتماعا بالقاهرة، وأصدروا بيانا مساء أمس لتدخل فئات الشعب المصري للتصدي لما وصفوه بالمؤامرة التي ينتهجها بعض الإعلام الرياضي الذي وصفه البيان بالفاسد على حد وصفه، ومحاولتهم المستمرة استخدام الأزمة القائمة ومحاولة التصعيد لإشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. وأكد النواب أيضا في بيانهم احترامهم وتقديرهم للنادي الأهلي إدارة وجماهير، مع التأكيد على علاقة الأخوة بين أبناء بورسعيد والنادي الأهلي، وأنه لن يكون هناك أي عداء بين الجانبين، مؤكدين أن الخارج عن القانون سواء من بورسعيد أو من القاهرة لابد أن يعرض ويحاسب ويحاكم. طيب، لو وقفت لنا قليلا أستاذ أحمد عن حفل الأمس في تكريم أمهات الشهداء في عيد الأم. نعم الزميل كريم، كرم مساء أمس ائتلاف شباب الثورة في بورسعيد أمهات شهداء 25 يناير وذويهم في حفل أقامه بميدان الشهداء بمناسبة عيد الأم، وحضره مجموعة كبيرة من شباب تيارات مختلفة بالمدينة. شارك في الحفل أيضا عدد من فرق الفولكلور الشعبي على أنغام السيمفونية وفرق مسرحية من الشباب وأنشطة القصائد الخاصة بثورة 25 يناير، التي اعتبرها شباب الثورة أنها سلبت منهم على كل المستويات، مؤكدين أن الأوضاع الحالية تشبه تماما أشهر سبقت ثورة 25 يناير 2011 على حد وصفهم. وقدم شباب الثورة هدايا عينية وورود لأمهات شهداء ثورة يناير، وقبلوا أيديهن وسط تصفيق من الحضور والاستماع إلى الأغاني الخاصة بعيد الأم. طيب، أي تفاصيل جديدة عن الحمى القلاعية في المحافظة؟ هل هناك أمصال الآن؟ هل هناك علاج للحالات المصابة؟ نعم الزميل كريم، برغم التصريحات اليومية لمسؤولي الطب البيطري والزراعة أنهم يوزعون الأمصال على الحظائر وأنهم يتابعون بشكل لطيف تطورات الآثار السلبية للحمى القلاعية، إلا أنه نفق مساء أمس 10 رؤوس جديدة من رؤوس الماشية في بورسعيد بسبب الحمى القلاعية التي بدأت تنتشر بحظائر بورسعيد، ليصل عدد إجمالي الرؤوس النافقة 75 رأس، بالإضافة إلى أكثر من إصابة 300 حالة. على الجانب الآخر تمكنت أيضا مباحث قسم الظهور من ضبط سيارة تحمل لحين حمراء مذبوحة خارج السلخانة، ويحاول أصحابها دخول بورسعيد من منفذ الجميل الجمركي، وحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيقات. وأفاد معمل التحليل بالطب البيطري أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي. في نفس السياق أيضا أحبطت مباحث التموين ببورسعيد محاولة تهريب 6 طن أرز تموين مدعم من منافذ بورسعيد الجنوبية، وتم القبض على شخصين، وتحرر المحضر رقم 897 جنح الضواحي، كما تم ضبط 980 لتر دولار قبل تهريبه من منفذ بورسعيد الغربي. وألقى رئيس مباحث التموين القبض على 3 أشخاص، وحرر المحضر رقم 1447 جنح الشرق، وتم إحالة المحضرين للنيابة التي تولت التحقيقات. شكرا للصحفي أحمد الجمال من بورسعيد.